إمبابي يكره ميسي. إليك السبب في أن كيليان لا يحب ليونيل. السلام عليكم. في نهاية 2021 قال إمبابي: من السهل اللعب مع ليونيل ميسي، فهو أفضل لاعب في العالم. قد يقول البعض إن هذه الكلمات هي ثناء من معجب حقيقي بموهبة الأرجنتيني، ولكن كيف يمكن لكيليان الذي كانت تحتوي غرفته في الطفولة على ملصقات كريستيانو رونالدو أن يقول عن ميسي إنه أفضل لاعب في العالم؟ ألا يبدو ذلك مثل أخلاقيات أرض النفاق؟ في الوقت الحالي هناك أسباب وأدلة تؤكد أن إمبابي لا يحب ميسي فحسب، بل حتى يكرهه. جمعناها جميعا في هذا الفيديو، لذلك ابقوا معنا حتى النهاية. أول لقاء بين ميسي وإمبابي. قبل وصول ميسي إلى باريس سان جيرمان كان من السهل على كيليان الإجابة عن هذا السؤال: من هو ليونيل ميسي؟ حيث قال: بالنسبة إلي إنه واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ الذين أريد تحطيم أرقامهم القياسية. كانت هذه تبدو إجابة منطقية من الشاب إمبابي الذي ظهر لتو في عالم كرة القدم الاحترافية على أعلى مستوى. اللقاء الأول بين إمبابي وميسي خلال دور 16 من كأس العالم 2018 كان كيليان بطل اليوم، فقد سجل ثنائية وحصل على ركلة جزاء، ما جعل فريقه يسحق أمال ليو في كأس العالم في مباراة دراماتيكية 4-3. بالرغم من أن إمبابي ذهب لمواساة ليو بعد صافرة النهاية، إلى أن الصحفيين وجدوا عنوانا فرعيا آخر في هذا اللقاء. يعتقد خبير كرة القدم كريس ساتون أن إمبابي ترك رسالة لميسي في ذلك الوقت تقول: أنا الفتى الجديد على الساحة. من المثير للاهتمام أنه في ديسمبر عام 2018 في مقابلة مع قناة فوتبول كلوب قال إمبابي كلمات أغضبت جميع مشجعي ميسي: ميسي هو لاعب استثنائي، لكني ما زلت أعتقد أنني إذا واصلت العمل الجاد يمكنني أن أكون أفضل منه في 3 أو 4 سنوات. بالطبع أنا أحترمه كثيرا، إنه لاعب رائع. انتشرت هذه الفضيحة بشكل كبير لدرجة أن إمبابي اضطر إلى التعليق بهذا المنشور. ملحوظة: أنا لم أقل هذا قط، ميسي له كل احترامي وإعجابي. الآن دعونا نتحدث عن المواجهة الثانية بين ميسي وإمبابي التي جرت في دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2021-2022. عندما تحدث العالم كله عن غزو إمبابي للكامب نو، وليو صدم ببساطة من مهارة اللاعب الفرنسي. وهنا بعض الصور المعبرة تماما عن المواجهة. سنذكرك أن المباراة الأولى انتهت بهدف مقابل 4 أهداف، مع كون ميسي هو الذي سجل الهدف الوحيد لصالح برشلونة. في مباراة الإياب تبادل إمبابي وميسي الأهداف مرة أخرى، 1-1 و5-2 في مجموع المباراتين. ولكن إذا ركزنا على معركة الأندية كمبارزة بين اللاعبين، فإن النتيجة هي 4 أهداف لهدفين لصالح إمبابي. بعد الفوز نشر كيليان الصورة التالية على صفحته على تويتر: لكننا نميل إلى التفكير في الأمر على أنه طلب مباشر من إدارة النادي لوضع استراتيجية لجذب ميسي إلى باريس، ومع ذلك هذا لم يكن عملا صادقا من كيليان، لأنه بعد مباراة الذهاب في الكامب نو لم نشاهد أي إشارات. إمبابي لم يتقبل ميسي في باريس سان جيرمان. ليس سرا أن السنة الأولى لميسي في باريس سان جيرمان كانت معركة صعبة لكل من الأرجنتيني نفسه وإمبابي، شهدت حياتهما تغيرات كبيرة. بالنسبة لميسي، باريس سان جيرمان أصبح أول ناد أوروبي بعد 18 عاما في برشلونة، وكان كيليان شديد الانفعال تجاه انتقال الأرجنتيني في أغسطس من العام الماضي. يمكننا التحدث عن ذلك الآن بكل صراحة ووضوح. هل يمكن أن تخبرنا لماذا كان سينتقل إمبابي حينها إلى ريال مدريد إذا وقع في نهاية المطاف عقدا جديدا مع باريس؟ هناك شيء ما هنا لا يمكن العثور على منطق في هذا القرار. يبدو أن الأمور كانت تسير على هذا النحو. رؤية إمبابي لحب الجمهور الفرنسي للوافد الجديد النجم جعلته يشعر بالغيرة من ميسي، فاختار تذكير الإدارة من هو الرئيس هنا. وطوال العام تحدثت وسائل الإعلام فقط عن كيليان وأهميته بالنسبة إلى باريس سان جيرمان. علاوة على ذلك، في بعض الأحيان يتجاهل إمبابي ميسي على أرض الملعب عندما يكون الأرجنتيني في موقع قاتل.
كل هذه التصرفات كان لها تفسير واحد فقط: كيليان لم يقبل ميسي في الفريق فحسب، بل يرغب في التساوي مع نيمار، أحد أفضل أصدقائه في الماضي على الأقل. وانتهت مناورات مبابي بشكل سيء بالنسبة إلى باريس سان جيرمان في ذلك الموسم. فاز بكأس واحد فقط، وغرفة الملابس انقسمت إلى عشيرتين: العشيرة الناطقة بالفرنسية والعشيرة الأمريكية اللاتينية. ويعتقد مبابي أن الأمريكيين اللاتينيين لم يكونوا يعملون بجد بما يكفي على أرض الملعب، وأن الإدارة كانت لطيفة للغاية تجاههم وتمنحهم امتيازات معينة. سلطت RMC Sport الضوء على هذه المسألة في مقال ذكرت فيه أن بوتشيتينو لم يستطع التحكم في غرفة الملابس، ولم يكن هناك تناغم بين مبابي وميسي ونيمار على أرض الملعب. مرات قليلة في ذلك الموسم تمكن الثلاثي الأكثر إثارة من تقديم عرض رائع معا. مبابي يريد إبعاد ميسي عن باريس سان جيرمان. بدأ الموسم الجديد بشكل أكثر فضيحة بعد أن تم إبرام عقد جديد والاستيلاء على كل القوة في النادي. مبابي بدأ يتصرف مثل نجم النجوم. وفقا لصحيفة UOL سبورت، كيليان حاول ولا يزال يحاول التخلص من نفس المجموعة الأمريكية اللاتينية. كان هدف مبابي الرئيسي في البداية هو نيمار. أراد اللاعب الفرنسي من النادي أن يبيع البرازيلي، ووضعت الإدارة نيمار في قائمة الانتقالات، لكن لم يستطع أي من الأندية تحمل تكاليف خدماته. وقد لاحظنا التوتر بين نيمار ومبابي خلال ركلة الجزاء ضد مونبيليه، وقبل التسديد دفع مبابي ميسي أيضا. الوضع برمته صدم حتى واين روني الذي علق على الحادثة قائلا: لاعب يبلغ من العمر 22 أو 23 عاما يلقي كتفه على ميسي، لم أرى قط غرورا أكبر من هذا في حياتي. ليذكر شخص ما مبابي بأن ميسي عندما كان يبلغ من العمر 22 عاما كان لديه 4 كرات ذهبية. لم تنشأ أي صراعات في المباريات الأخيرة، لكن النجاح تحقق بفضل لقاء بين نيمار ومبابي نظمته إدارة النادي، ومع ذلك من السابق لأوانه القول إن المشكلات في النادي قد تم حلها أخيرا. في الواقع إذا نظرت عن قرب يمكنك أن ترى أن رغبة مبابي تتحقق. دي ماريا رحل عن الفريق، وإيكاردي وباريديس على وشك الرحيل أيضا. كيلور نافاس يمكن له إنهاء عقده. جميع لاعبي كرة القدم المذكورين كانوا من عشيرة أمريكا اللاتينية. لم تكن مفاجأة حتى عندما شاركت وسائل الإعلام معلومات تزعم فيها أن إدارة النادي لم تكن ضد فكرة قول وداعا لميسي أيضا من أجل بناء الفريق حصريا حول احتياجات مبابي. هل تصدق أن مبابي لا علاقة له بهذا؟ وهل تعتقد حقا أن نيمار وميسي لا يدركان دور كيليان الخاص في الفريق؟ لا تكون ساذجا ما دام هناك نتائج جيدة، لن يكون التوتر مرئيا، ولكن بمجرد حدوث خطأ ما قد تنفجر القنبلة بقوة كارثية. حتى الآن خطط مبابي للتخلص من نيمار وميسي لم تنجح، على الرغم من أن عقد الأرجنتين على وشك الانتهاء في الصيف المقبل. فهل سيستمر ميسي مع باريس سان جيرمان، خاصة بعد منشور نيمار الذي ادعى فيه أن مبابي هو مالك باريس سان جيرمان؟ يريد مبابي في الواقع الضغط على ميسي للخروج من باريس سان جيرمان ليكون النجم الرئيسي للمشروع. وعندما يترك ميسي باريس الصيف المقبل سيبحث كيليان عن تكتيكات جديدة للتخلص من نيمار جونيور أيضا.